عايز افرجكم السودانيين بينصحوا بعض بايه هنا في مصر. في واحد سوداني حاطط على عربيته علم السودان، بس مزود فيها في الخريطة بتاعت السودان حلايب وشلاتين المصرية. اسمعوا بقى السوداني بينصحوا بايه. حلايب وشلاتين داخل مصر هنا مصرية. حلايب وشلاتين داخل مصر هنا مصرية. ما دام ما انت قاعد في مصر هنا حلايب وشلاتين مصرية. لو انت قاعد في السودان حلايب وشلاتين سودانية. هو بينصحوا بيقولوا اذا كان ليك عند المصريين حاجة قول لهم يا سيدي. يا سلام، يعني شوفوا قمة الذكاء. الناس دي برضو مش سهلة. يعني هناك في ما تبقى هناك قاعد في مصر تبقى حلايب وشلاتين دي مصرية بتاعتهم. لما ترجع السودان لا دي سودانية. انت مجنون ولا ايه يا زول؟ حلايب وشلاتين سودانية. يا عم انت كنت لسه قايل عليها مصرية. لا ده لما كنت عندكم، بس انا لما هرجع هترجع سودانية. فهم الناس دي بيتعاملوا معانا من المنطق ده، يعني هم ليهم مصلحة هيقضوها معانا مش مشكلة. يعني لما يجي هنا ولا هيقولوا علينا ولاد فوزية ولا هيقولوا الكلام اللي بيقولوه والشتام اللي كانوا بيشتموها للمصريين والاهانات والكلام ده كله مش هيتقال هنا. لما تقابل واحد سوداني هنا مش هتلاقيه بيقول لك كده، استحالة. لكن لما يرجع بلده تاني بقى هيقول عليك اللي هو كان بيقوله عادي. يعني هو اللي في القلب في القلب. هم طول عمرهم شايفين ان مصر سبب بلوتهم، مصر هي سبب مصيبتهم، مصر هي سبب كل حاجة وحشة بتحصل لهم، مصر هي اللي واخدة خيراتهم واكلة خيرهم، ومصر دي الشيطان الأعظم بالنسبة لهم. دي حقيقة لا تقبل الجدال، او على الاقل من اللي احنا كنا بنشوفه وبنسمعه على السوشيال ميديا من كل الاخوة السودانيين. ده الكلام اللي دايما كانوا بيقولوه على المصريين. لكن هم هنا مفيش سوداني جوه مصر هتلاقيه بينتقد مصر رغم ان بيعملوا حاجات غريبة. يعني ده مش اول حادثة ان سودانيين يحطوا حلايب وشلاتين ضمن الخريطة بتاعتهم، زي صاحب المحل اللي اتقفل بعد كده وترحل بسبب الموضوع ده. واحد تاني كان كاتب على كان فاتح محل وكاتب ممنوع دخول المصريين. يا سلام يا سلام، والله حاجة جميلة جدا. انت قاعد في بلدنا وكاتب ممنوع المصريين يخشوا عندك. يا سلام. فالناس دي هي دي دماغها وهي دي عقليتها. هم عليهم مصلحة عايزين يقضوها، يقضوا بس اليومين بتوع ان الحرب حد من الحرب عندهم تخلص، وان شاء الله هيرجعوا ويكملوا شتيمة فينا تاني.